النهاردة يا جماعة هنعمل مع بعض كيكة الترليتشة أو الأشطوطة التركية بمكونات بسيطة جدا. ببيضة واحدة فقط تعملي أحلى كيكة الترليتشة، ومكونات والتزيين بتاعها بسيط جدا. تابعوا الفيديو وإن شاء الله هتعجبكم. زي ما انتوا شايفين كده، هنا الكيكة غرقانة بالحليب والكريم كراميل والمانجو. تحفة بجد، جربوها، من ألذ الكيكات اللي ممكن تعملوها. هنا معانا المقادير: عندنا كوباية زيت، وعندنا بيضة واحدة، وعليها رشة فانيليا. وهنا يا جماعة سر كوباية الماء المغلي. زي ما انتوا شايفين كده، كوباية الماء المغلي مع كوباية اللبن. ما شاء الله تبارك الله، اي كيكة ممكن تعمليها ضيفي عليها الماء المغلي مع المكونات اللي انا هقولك عليها، اللي هي بقى السر هنا رشة البيكربونات الصوديوم مع رشة الملح. اي كيكه ممكن تعملوها ضيفوا الثلاث مكونات: الماء المغلي مع رشه بيكربونات الصوديوم مع رشه الملح. وهنا بنضيف السكر بتاعنا. طبعا السكر حسب الرغبه، اللي بيحب السكر قوي زياده او قليل حسب الرغبه. هنا انا ضفت 3 كوبايات سكر عشان احنا بنحب يا جماعه الكيكه مسكره. هنا طبعا هننزل بالخليط بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده، وهنضيف عليه الدقيق. 3 كوبايات دقيق، 200 جرام. والدقيق يا جماعة هننزل تدريجي كوباية كوباية، وهننزل عليها اللي هو بيكنج باودر او كيك شيف. أو ما عندكوش بقى اللي هي كيك شيف او محسن او ايا كان، استخدموا البيكنج باودر العادي. بتكون معلقة كبيرة هرمية من البيكنج باودر او كيس كيك شيف زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هنبدأ نتوه الدقيق لعند ما تشوفوا الخليط بتاعنا لا متماسك قوي ولا سائل قوي. هنا هندهن بقى الصينيه بتاعتنا بالسمنه، وهننزل بالخليط ده اللي انا قلت عليه، لا هي متماسكه قوي ولا سائله قوي. وهنا بقى يا جماعه ندخلها في الفرن على درجه حراره 170 180، ما بين 35 ل 40 درجه مئويه. هنا بقى على ما تدخل الفرن تعال نعمل مع بعض الكراميل بتاعنا. زي ما انتوا شايفين هنا طلعناها من الفرن. هنا بقى هنجهز التزيين بتاعها. عندنا الكراميل بتاعنا او صوص الكراميل. عندنا كوباية ونص من السكر. نهدي النار شوية ونبدأ نقلب في السكر يا جماعة، ما تسيبوش السكر وبعد كده نقلب، لا هي عايزة ايد. نقعد نقلب كتير في السكر عشان ما يتحرقش مننا، ونهدي النار لعند ما يوصل للون اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. هننزل بقى عليها بالنص كوباية لبن تدريجي، او كوباية لبن تدريجي حبة حبة لعند ما التكتلات بتاعة السكر ديت تدوب تماما. ولو في تكتلات مش خلاص مش عايزة تذوب، ممكن نشيلها بالمعلقة، تمام مفيش حاجة. وهنا بقى هنعمل كريم شانتيه. كوباية لبن مع كوباية كريم شانتيه مع تلج، مكعبات تلج او لبن متلج. عندنا هنا قطعنا الكيكة اللي انتوا شفتوها يا جماعة. شفتوا ما شاء الله هشة من جوه والمسام بتاعتها ازاي. هنا بقى هنسقيها باللبن وكريمة الخفق بتاعة الحلويات. طب لو ما عندكوش كريمة الخفق الحلويات، تماما استغنى عنها وضيف اللبن كامل الدسم. وهنغرقها هنا الكيكة دي يا جماعة اللي هي كيكة الترليتشة التركية، بتحب اللبن الكتير، نسقاها باللبن. وهنا بقى هنزينها بكريم الشانتيه اللي احنا عملناه. كريمة الشانتيه لا هي متماسكة قوي ولا سائلة قوي، زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى طبعا هنضيف عليها اللي هي الصويا، الصوص الكراميل اللي احنا عملناه مع بعض. ولو انت مش حابه الاضافه اللي انا هعملها اللي هو المانجو، بعد كده بنزود الكريم كراميل وتبقى طبقه كثيفه على الكريم الشانتيه زي ما انتوا شايفين كده. بس هنا انا ما ضفتش الكريم كراميل كتير، لان انا هنا هزينها بالمانجا، اللي هي المانجا اقطعها مكعبات وهزينها بس. تبارك الله ما شاء الله على اللي هو الكراميل اللي احنا عملناه مع بعض. اللي يشوفه يقول انا شارياه جاهز من بره، لا يا جماعه احنا عملناه مع بعض اهوت. وتعملي اي منتج تنافسيه اي منتج من بره، بس اهم حاجه ان احنا نعمل الخطوات بالظبط، بالذات في اي صوصات او اي حاجه بتبقى اساسيه
احنا نعملها. ما ينفعش يعني مثلا هنا في الكيكات، هنا بنزين الكيكه، ممكن تغيري في تزيين الكيكه لانه حسب الرغبه، انت اللي بتاكلي او انت اللي بتاكل. طب الكيكه نفسها ما ينفعش اغير في المكونات بتاعتها، الا لو انا ضفت حاجه ممكن تغير الكيكه وتخليها احسن. زي ما انتم شايفين كده انا ضفت طبعا المانجو متقطع مكعبات، وهنا بقى هضيف الصوص الكراميل اللي انتم شايفين كده. كيكه الترليتش يا جماعه هي اصلا ما بتضافش لها مانجو، هي بتبقى عباره عن كريم شانتيه وبينزل عليها اللي هي صوص الكراميل، بتبقى كتيره شويه، بس انا قللت من صوص الكراميل وزودت المانجا مكعبات. هنا بقى انا قطعتها على طول، المفروض تدخل في التلاجة لمدة اقل حاجة تكون ساعتين، بس هنا الاولاد ما كانوش صابرين، فطبعا قطعتها زي ما انتم شايفين كده. وبرضو هتشوفوها بعد ما دخلتها التلاجة وقطعتها، بس لما دخل التلاجة وقطعناها يا جماعة هتبقى قطع. لو انتم مش مستعجلين عليها هتبقى زي كده بالظبط. جربوها يا جماعة، من ألذ الكيكات اللي ممكن تعملوها، وبجد حاجة تشرف ضيف جايلك. حاجة مثلا لو هتعملي عيد ميلاد لابنك او بنتك بسيط، ممكن تعمليها انتي وتفرحي اولادك بيها. فضلا وليس امرا، دوسوا لايك واشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.